له انت سبتوا القطب الامريكاني رحتوا القطب الروسي. انت عارف كان رده ايه؟ طب ما هي مصر قطب الشرق الاوسط. يعني وده الكلام بتاع الفريق السيسي المشير السيسي. يعني احنا برضه يعني معلش يعني انت مش هتلوي دراعي قصر الكلام يعني مش هتديني العمليه. طب هو راح روسيا، طب هو امبارح جالك 5 من الكونجرس الامريكي ليه؟ لا الرئيس السيسي ما شاء الله وابراهيم محلب يعني توين مش تهريج يعني. وفي توقيته كل حاجه في توقيتها. ابراهيم محلب بتاع ولي العرب. وانت داخل في قناه جديده طبعا. فاهمني؟ لا يعني كل حاجه مدروسه، مفيش حاجه معموله كده يعني. وهم برضه هيومن رايتس واتش ده مطلعين هذا التقرير في التوقيت ده بالتحديد. بقول لحضرتك بالظبط زي يوم اعدام صدام حسين. العيد الاضحى. يعني الخارجيه الامريكيه بشكل عام زي ما قلت لحضرتك قالوا ان هم بيدرسوا التقرير، لكن هم متفقين مع ملامحه بشكل عام، نظرا لان حتى كمان الرئيس اوباما اتكلم قبل كده عن مساله فض اعتصام رابعه والنهضه، والصحفيين سالوا وقالوا ان يعني الحكومه المصريه رفضت التقرير واتهمته بان مصادره مصادر مجهله ومصادر مجهوله ومش ببيانات. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أو نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تحديدا هي علقت على ذلك بأن المسألة ما كانتش محتاجة من الخارجية المصرية أو من المسؤولين المصريين أن هم يرفضوا أو يؤيدوا، لأن احنا كمان شفنا الموضوع بتاع الاعتداء على وبين قوسين المتظاهرين السلميين. انت حضرتك لو تفتكر الجسامين اللي كانوا حاطينها في رابعه العدويه وكان في ناس بيتحركوا جوه الاكفان. انا نفسي الكلام ده يعني بس يعني معلش انا يعني ليا راي في هذا الموضوع. اهمال الرد ابلغ رد. على بتكلم على هيومن رايتس واتش، انما كراي عام لا مطلوب راي عام. وكخارجيه امريكيه ولا حاجه يا فندم. اهمال الرد ابلغ رد. بقول لحضرتك احيانا ابلاغ الرد اهمال الرد ابلغ رد. وهو ده وقتها اهمال الرد ابلغ رد. انما مش معنى كده انما ما اكشفش الاكاذيب. لا ده يعني تخيل لما تحط بني ادم حي جوه كفن وتلاقي رجليه بتتحرك في رابعه. طب الكلام ده جابوه في التلفزيون يعني خلي بالك يعني الظاهر كان عاوز يتنفس ولا حاجه عاوز يتنفس لما حاطينه جوه الاكفان. هو المساله مساله شو اعلامي. شو اعلامي. انت بقى فين ردك؟ رد بالاعلامي برضه. تمام. بتتوقع ان الاخوان ما يعملوش اي حاجه بكره وان كل هذه الدعوات وكل هذا الضجيج ياتي على ما فيش وزي ما حضرتك ذكرت يجي في شنك؟ مش هيحصل مشكله. انا متاكد انه هيجي في شنك الا من بعض الحركات الخسيسه اللي حضرتك فاهمها. واعتقد ان وزاره الداخليه النهارده يعني بقت واخده حذرها. اعتقد يعني مش هيضرب لنا كمين تاني. الله يرحمه طارق ابن الله وسامح ابو باشا